عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتي، كل سنة وحضراتكم طيبين، ربنا يعيدها عليكم الأيام بخير يا رب. يلا بينا نعمل التمر اللي هو العجوة المفرومة. ازاي؟ طريقة سهلة جدا وبسيطة، هتتجهوي بيها بعد الفطار وممكن تكسري بيها صيامك. هي تبقى أول حاجة تحطيها في بقك. وكل سنة وانتي طيبة. أول حاجة هتجيبي التمر المطحون ده اللي هو العجوة. تمام، العجوة هتجيبيها تحطيها في الميكروويف لمدة 30 ثانية لحد ما تبقى سايحة معايا كده. وبجيب سوداني بجرشه بالكبة، وبعدين بعجنهم على بعض بمعلقة زبدة. بعجنهم على بعض زي ما انت شايفة كده حبيبتي، بمعلقة زبدة. تمام، بعد ما بعجنهم كده بكورهم معايا. بصي، بسيبها بكده كورة. وكده عملتها بالفستق الكداب اللي انا وريتهولك في الفيديو التاني بتاع البقلاوة. ودي حطيت عليها جوز هند من بره. اللي انا بعملها دي هي هكمل كده العجن كده. تمام اهو خالص. انا لابسالك الجوانتي اهو عشان اعجنها لك واوريكي انا بعمل ايه، عشان تفرحي ضيوفك وتبهريهم وتقولي لهم ماما ناني هي اللي عملت الوصفة دي. والوصفة دي انا متعلماها من اخواتي السعوديات لما كنت عايشة معاهم هناك. الله يكرمهم ويجازيهم خير. بالله عليك اللي يشوف الفيديو يعمل لي اعجاب وكومنت حلو كده زيكم، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس. تمام اهو خلاص عجنتها معاكم اهي. اهي هاخد نصها، شايفين يا بنات؟ هاخد نصها واجيب معايا القصدير او الفويل اهو، شايفين؟ وبعدين بحطها هنا كده، بعدين بقفل عليها بتكه جامد 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 كده معاكم اهو، عشان تبقى كلها متساويه زي بعضها اهو. بلفها جامد كده. الفكره دي انا عارفاها من كتير قوي قوي قوي، وكل سنه بيطلبوها مني اخواتي وحبايبي وقرايبي لما بيجوا يفطروا معايا في رمضان. كل سنه وحضراتكم طيبين اهي. تمام، وبتقفليها كده اهو وبتحطيها في الفريزر طبعا لحد رمضان. انا حطيت واحده قبل الفيديو علشان اوريكي هي لما بتجمد وبتقطعيها بتبقى ازاي معاكي اهي، علشان تشوفي كل حاجه قدام عينيكي. دي عملتها بالفستق الكداب اللي انا وريتهولك اهو. هتجيبي السكينه بتاعتك اهو وهتقطعي اول واحده اهي، وهتحطيها في الطبق بتاعك. بصي الجمال، وتبهري بيها حبايبك وضيوفك. وعملت دي ساده، وعملت دي بالفستق الكداب، وعملت دي بالجوز الهند. والافكار كلها عند ماما ناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.